خلي بالك نجاح مسلسل رأفت الهجان كان لعنة في مشوار محمود عبد العزيز، بسببه كان بيرفض مسلسلات كتير جدا زي مسلسل الحاج متولي وغيره. بسبب مسلسل رأفت الهجان اتخانق محمود عبد العزيز خناقة كبيرة مع رأفت الميهي اللي كان أشهر مخرج لأفلامه، اللي عمل له فيلم سادتي أنساتي، السادة الرجال، فيلم سمك لبن تمرين. والحكاية إن رأفت الميهي كتب سيناريو وقدمه لمحمود عبد العزيز، فلا محمود رفض السيناريو عشان كان نفسه يعمل عمل أقوى من رأفت الهجان. وفي يوم رأفت الميهي كان بيقرا الجورنال لقى محمود عبد العزيز بيقول إن رأفت قدم له سيناريو ضعيف فاعتذر عنه. رأفت الميهي اتضايق لأنه ما كانش بيحب حد يشتم أعماله، فراح رأفت الميهي فتح النار على محمود عبد العزيز وهاجمه في الجرايد وقال له مش صح يا محمود الخلاف على السيناريو، ده خلاف على الأجر. وبعدين انت بتقارن الفيلم اللي انا قدمته لك بافلامك الاخيره، بتقارن فيلمي بافلامك الهابطه، فيلم ابو كرتونه والكلام الغريب اللي انت بتمثله. محمود عبد العزيز ما سكتش وراح هاجم رأفت الميهي في الجرايد وقال له يا رأفت ابو كرتونه ده مفهوم على الاقل عن فيلم سمك لبن تمرين، انا نفسي ما فهمتوش والجمهور بتاعي كنت اخسره بسبب الفيلم الغريب ده، انا عايز انسى كل الافلام اللي مثلتها معاك ما عدا فيلم سادتي انساتي، ده الفيلم الوحيد اللي كويس من افلامه. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان عادل امام كان غلط ان هو ياخد دور رأفت الهجان مكان محمود عبد العزيز ولا كان مجبر على كده؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، طبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك، وتابعوا على اليوتيوب كل المحتوى السياسي اللي بنقدمه.